بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تويوتا كرولا خليجي 2024. بسم الله ما شاء الله. الانتيريور بيج زي ما انت حفظت معايا خلاص. الخليجي ما شاء الله عملنا كل حاجة. كراسي، مخدع كونسول، دواسة أرضية بكليبساتها، طبلون، قطعة بصمة، قطعة فتيس، باقي الطبلون، أمة لايت اكريليك متحرك 18 قطعة. بيكون الأربعة بتوع الأبواب والأربعة بتوع الأوكر وكمان الأربعة بتوع السماعات وتحت الكرسي وتحت البدلات. عملت جراب للطارة هاند ميد ما شاء الله. دي كراسي إيرباج والطارة كانت مفكوكة وفكينا الإيرباج. مفيش لمبة إيرباج ولا لمبة أعطال، كل حاجة بترجع على وضعها. فرش مجهز الإيرباج عشان لا قدر الله لو حصل أي حاجة الفرش ما يعملش إعاقة. ربنا يحفظنا جميعا والإيرباج ما يفتحش سواء بتاع العربية دي أو أي عربية تانية اللهم آمين. ما شاء الله. طارة شيك اسود وغرز ذهبي، صاحب الصغيرة مختارها ما شاء الله. نفس الغرزة اللي في تصميم السري دي اللي في الفرش. انت بتختار كل حاجة سواء فرش لون واحد او لونين، لون الخيط، التصميم او الديزاين، ايا كان ايه رسم الكمبيوتر بفضل الله نعملها لك. عايز صدر خالص بديك غرزة مسطرة، بديك تقسيم مظبوط من غير ما اخرم ولا اقطع في الفرش الاصلي. وعندي استعداد افك الفرش ده اوريك الاصل سليم ولا لا، لان هيبيع لك شغل مش كلام. شدة كرسي محترمة تقعد براحتك ولا يهرر ولا يكشكش ولا يحتاج تشد ما شاء الله. ادي فبرة الفتيس وادي قطعة البصمة وادي الأمة لايت الإكريليك، كل حاجة على وضعها. بص نفس الكلام هنا الفواصل ما شاء الله. افتح لك جنب جنب وباب باب كأنك قدام العربية عشان تستلم. لقيت غرزة معوجة سواء في الإبرة الواحدة أو في الإبرتين، لقيت أي حاجة قول على طول. التحبيبة دي موجودة في الجلد الصيني وفي الأمريكي وفي البرتغالي وده الألماني قدامك. بوريك الأربع أنواع وأنت بتختار اللي أنت عايزه، لأن بعد ما أركب مش هتعرف الفرق بينهم، لان انا صنعتي واحده. خدت رخيص خدت غالي، هديك كواليتي الشغل اللي انت شفته وعجبك وهتجيلي عشان. بسم الله. ادي الباب التاني نفس الكلام، مفيش فروقات مفيش كلكعه. ادي الغرزه المسطره، ادي الشده المحترمه مفيش حاجه معبيه هوا، ماشي الكرسيين بس، فتحت الحزمه معمول حسابها. الامن طبعا ده متحرك شفته انت معايا قبل كده اكتر من مره. معاك الزرار الخارجي بوريك بثبته فين، ومعاك الابلكيشن بتتحكم في كل حاجه. عايز تثبته عايز تحركه اعمل اللي انت عايزه ما شاء الله. ادي الباب الثالث نفس الكلام، غرزه المسطره. الجيوب في ناس بتاكد عليها وفي ناس بتلغيها. غرزه المسطره، مفيش عندنا غرزه معوجه في الدورانات ولا جلد عامل قصر ولا كشكشه. وزي ما قلت لك مفيش حاجه معديه هوا لا في الكرسي اللي ورا ولا في الكرسي اللي قداماني. كل الكراسي بديك شده مسطره بفضل الله. ولازم اقرب لك واوريك وافهمك عشان لو ما جيتش عندي يبقى انت عارف انت هتدفع فلوس في شغل عامل ازاي والمفروض تستلم شغل عامل ازاي. ادي الباب الرابع والاخير، ادي منظر الطبلون ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبها يا رب اللهم امين ويكفي شرها اللهم امين. بص المنظر من فتحه السقف. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.